ازاي تتأكد ان كل جنيه هتكسبه من البورصة حلال 100%؟ وامتى لازم تقول السهم ده رغم انه ناجح بس انا مش هشتري؟ الاسهم الشرعية هي اسهم الشركات اللي بتلتزم بضوابط الشريعة الاسلامية، والضوابط دي ليها نوعين لازم يتحققوا سوا. اولا نشاط الشركة، يعني الشركة ما ينفعش اصلا يكون نشاطها محرم زي الخمور او القمار او لحم الخنزير، ده كله طبعا اكس ما ينفعش نستثمر فيه. تاني حاجة الضوابط المالية، ودوت الجزء الفني اللي ناس كتير جدا مش واخدة بالها منه، لان شركة ممكن يكون نشاطها حلال 100% زي العقارات او الاغذيه او غيره، ولكنها للاسف بتتعامل بقروض ربويه كبيره او بتحط سيولتها في ودايع بفوائد. علشان كده العلماء حطوا نسب محدده، اهمها القروض الربويه ما تزيدش عن حوالي 33% من القيمه السوقيه، كمان ايرادات الفوائد ما تزيدش عن من 5 ل 10% حسب المعيار الشرعي المستخدم. العمليه بقى دي كلها اسمها فلتره او تنقيه الاسهم، ولازم كل مستثمر يتاكد من شرعيه السهم، ودوت بيتم من خلال تقارير لجان شرعيه متخصصه. خلينا ناخد مثال واقعي، زي لما تشتري عصير من السوبر ماركت، اول حاجه بتتاكد ان العصير طبيعي وما فيهوش حاجه حرام، ما بين قوسين نشاط مظبوط. ما بالك بقى لو عرفت ان الشركه دي اصل فلوسها حرام، هتشتري؟ اكيد لا. بين قوسين الضوابط الماليه، يبقى علشان اشتري حاجه اتاكد من نشاطها ان هي مظبوطه وان الضوابط الماليه صح. خد الخلاصه من اخوك درويش، الاسهم الشرعيه هي الاسهم اللي بتلتزم بنشاط مباح ومعاها معايير ماليه مقبوله من ناحيه الديون والفوائد، وده بنقوله علشان استثماراتك ان شاء الله تكون خاليه من المخالفات الشرعيه. وارجع تاني واقول لك اعمل فولو الدرويش تكسب وتعيش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.